في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على افضل كالسيوم للحمام لزيادة الانتاج الحمام بشكل مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احبابي في الله، احبابي بره مصر وجوه مصر، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ أي كلام يا جماعة نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. صلاة النبي مكسبة يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبة، كل سنة وانتم طيبين. مناسبة رمضان المبارك عاد عليكم الأيام باليمن والبركات والخير والصحة والعافية. النهارده يا جماعة جايين بفيديو مهم جدا 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 عن افضل كالسيوم للحمام لزياده الانتاج الحمام بشكل مستمر. يعني ان شاء الله اقدم لكم النهارده كالسيوم يا جماعه مهم، واقول لك امتى تقدموا امتى ما تقدموش، عشان في خطوه كده لازم تعرفها عشان الحمام يستفيد من الكالسيوم. طبعا الكالسيوم يا جماعه مهم جدا 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 للحمام، مهم جدا للحمام اللي بيروق، مهم جدا للحمام اللي بيروق، مهم جدا لو عندك حمام بيطلع زغاليل لينته او العظام بتاعته ضعيفه او كساح. ده بيساعد شكل كويس جدا ان هو يمنع الكساح ويمنع ليونه العظام عند الزغاليل، وبيقوي عنقود البيض عند الحمام. لو الحمام بيبيض بيضه بريش او بيضه ضعيفه او بيضه صغيره وبيضه كبيره، طبعا بيساعد على عمليه تقويه البيض عند انثى الحمام، وبيساعد على تقويه الكالسيوم والعظام عند الحمام، انثى الحمام وذكر الحمام وكمان الزغاليل. يعني ايضا الكالسيوم مهم جدا 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 يا جماعه للحمام. فانا بنصح ان انتوا تقدموا الكالسيوم للحمام، ان كان اقراص او دواء او ايا كان، او دواء شراب او ايا كان، عشان ان الكالسيوم بيعوض النقص. الفيتامين ده نقص بيبقى عند الحمام، فده اللي ما بيخليش ان هو ينتج عن زياده انتاج الحمام بشكل كبير او شكل مستمر، او يلحم العش في العش. فانا بنصح يا جماعه ان انتوا تدوا كالسيوم للحمام، عشان الكالسيوم له فوائد كتيره جدا 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 عند الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نكلف حمامنا الاول، وادينا يا جماعه بنكلف الحمام مع بعض كلفه كويسه. واهم شيء عشان ان انت تدي الكالسيوم في الميه جماعي، لابد ان انت تعطش الحمام من 10 ساعات ل 8 ساعات على الاقل، عشان بحيث ان هو لما يجي يشرب المشروب او المكون اللي انت بتحطه له او العلاج اللي انت بتحطه له يستفيد به مباشر. وطبعا الشراب بعد الاكل بيبقى افضل. ليه بقى؟ عشان خاطر هو بيبقى واكل وخلاص بيبقى عايز ايه؟ عايز يشرب. فانا بنصح ان انت تحط الشراب على بعد الاكل، يعني تحط العلاج بعد الاكل مباشره في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. دي نصيحه انا بنصحها لك يا جماعه عشان خاطر ان الحمام يستفيد بالمشروب او العلاج اللي انت بتديهوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضره النبي. ما شاء الله كل صلى على النبي يا جماعه، الله يبارك لكم. صلاه النبي هي مكسبه يا جماعه، والله صلاه النبي هي اللي بتجيب البركه وبتحسن الحال وبتصلح الحال الى احسن حال، عندي وعندكم والله، مش عندي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. طبعا بعد ظل ارتفاع الكلفه يا جماعه انا الحمد لله بقدر اوفر العيش. في ناس تانية ما بتقدرش توفر، بس انا الحمد لله بقدر امكاني بوفر العيش. بدي التلت وبدي التلتين كلفه. لازم يبقى عندك متوازنه عشان يبقى عندك زغاليل وعندك انتاج زي ما انت شفت كده في الفيديو. لابد عشان تعمل عندك كده لابد تعمل كده. فطبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو عشان الحمام هياكل براحته، فانا هجيب معاكم الكالسيوم. هو الكالسيوم افضل كالسيوم يا جماعه الديكال ب 12. الديكال ب 12 افضل كالسيوم اهو. الديكال ب 12 ده افضل كالسيوم للحمام يا جماعه. ده كالسيوم وفيه
فيتامين د 3 وفيتامين ب 12. ده مهم جدا للحمام لزياده عنقود البيض، في نفس الوقت لزياده الكالسيوم عند فرد الحمام، للعلاج البيضه الصغرى والبيضه الكبيره، والعلاج اللي هو ايه، علاج البيضه بريشت، والعلاج اللي هو تقويه العظام عند الزغالين. يعني مهم ان انت تعطيه قبل الفأس بيومين، وطبعا لغايه ما يبقوا ليبه كده، وتديه برده بعد عمر اسبوع ما يبقى بطش، تدي برده حوالي 3 ايام ورا بعض. وقبل كل ده يا جماعه ملحوظه مهمه، شيل الكلفه، قصدي عفوا شيل التحديق من قدامه على الاقل قبلها بيومين، عشان خاطر لو انت مدي فحم في التحديق هيمتص منك اي علاجات او اي فيتامينات او اي املاح معدنيه بتقدمها للحمام. يعني مش هيستفاد بيه الحمام لو انت بتدي تحديق وفي فحم، ان هو الفحم عباره عن كربون بيمتص اي علاجات. فطبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو، انا قلت لكم، وطبعا مش عايز ان انا اطول عليكم برضو، عشان انا بدي المعلومه وبخرج، عشان في ناس بتكتب لي بتقول لي انت بتطول وما بتطولش. انا ولا بطول ولا انا بدي المعلومه وهخرج على طول. فانا بنصح لوجه الله يا جماعه ان انت قبل ما تدي الفيتامين او الكالسيوم ده هو قبلها بيومين يكون شايل التحديق على الاقل. لو انت حاطط التحديق على طول تشيله وتدي ميه نظيفه، وبعد كده تروح مدي الديكال، تدي 5 سم على رتل الميه، 5 سم ديكال للجماعي. لو انت هتدي فرد في سلاكه لوحده مثلا هتدي نص سنتي مباشر في الحقنه، تجيب سرنجه كده نظيفه وتدي نص سنتي في فم فرد الحمام، على الاقل نص سنتي يا جماعه، عشان بحيث ان الحمام يستفيد. اقل حاجه نص سنتي، هتديها لمده 3 ايام. 3 ايام هتدي نص سنتي في الفم مباشر. وطبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو، واسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.